هو حضرتك والد الطفلة؟ ايوه انا والد الطفلة. مبروك، المدام قامت بالسلامة وجابت لك بنوتة زي القمر. بجد؟ طيب وريني البنت، انا نفسي اشوفها قوي. اتفضل اهي. ايه ده؟ انتي متأكدة ان البنت دي بنتي؟ مستحيل طبعا، اكيد انتوا بدلتوها. ايه الكلام اللي انت بتقوله ده؟ البنت دي بنتك، يعني احنا هنبدلها يعني؟ وبعدين النهاردة مفيش حد ولد غير المدام، يعني مستحيل طبعا نتلخبط في الاطفال ولا حاجة. يا دكتورة بقولك اكيد انت اتلخبطتي، مستحيل البنت دي تكون بنتي. يلا اتفضلي خديها، انا مش عايزها. ايه اللي انت بتقوله ده؟ هو في حد يقول على بنته كده؟ يا دكتورة ازاي؟ فهميني. انا ابيض ومامتها بيضة وكمان اختها الكبيرة بيضة، دي طالعة سمرة لمين؟ عادي على فكرة، ممكن يكون حد من اجدادك زمان كان لون بشرته اسمر، فهي طالعة عشان كده لونها اسمر. وبعدين يعني مفيش ولا حالة ولادة غير حالة المدام بتاعت حضرتك بس. اكيد البنت دي هتبقى بنتكو، مش هنجيبها يعني من بره. على العموم بقى انا مش فاضية للكلام ده، انا عندي حالات لازم اشوفها دلوقتي. ايه البنت دي؟ انا ما كنتش متوقع ان يكون شكلها كده. معقولة البنت دي بنتي؟ دي سمرة خالص وكمان مش شبهنا. انا مستحيل احب البنت دي ابدا. ده اكيد فريدة مراتي لما تشوفها هتتصدم خالص. لما اروح اطمن عليها. الحمد لله على السلامة يا فريدة. الله يسلمك يا حسام. ها طمني على بنتي. بنتك؟ انا بصراحة مش عايزة اصدمك. ايه مالها يا حسام البنت؟ هي تعبانة ولا ايه؟ لا لا مش تعبانة ولا حاجة. خدي اهو اطمني عليها انت بنفسك. ايه ده؟ البنت دي اكيد مش بنتي. ازاي ده؟ هي طالعة بشرتها كده لمين؟ مستحيل البنت دي تكون بنتي. انت اتأكدت يا حسام ان البنت دي بنتي؟ انا سألتهم وقلت لهم مستحيل البنت دي تكون بنتنا، بس هم اكدوا لي ان هي بنتنا لان مفيش حد ولد النهارده غيرك. للاسف البنت دي بنتنا وهي مش شبهنا خالص. بس خلاص انا سميتها كمان لمار. يلا يلا نروح على البيت، مش هيفيد بحاجة الكلام ده دلوقتي. ماما ماما، هو مفيش تفاح زي اللي بتاكله اختي تيا؟ لا، كانت اخر واحدة واديتها لاختك. بس انا يا ماما ما اكلتش من التفاح ده خالص، وتيا اختي هي اللي خدت التفاح كله. وانا اعمل لك ايه يعني؟ اختك وتاكل اللي هي عايزاه. ويلا روحي اقعدي واشوف لك اي حاجة كده قديمة اكلها لك. حاضر يا ماما. ازيك يا فريدة يا حبيبتي؟ يا ترى عامله لنا اكل ايه النهارده؟ عامله لك الاكل اللي بتحبه، عامله لك مكرونه بالبشاميل. بابا بابا وحشتني يا بابا. يا ترى بقى جبتلي ايه معاك وانت جاي من الشغل؟ جبتلك عصير التوت اللي انت بتحبيه، خدي اشربي وشوفي هتلاقيه طعمه حلو قوي. شكرا ليك قوي يا بابا. طيب وانا يا بابا ما جبتليش اي حاجه معاك؟ لا طبعا ما جبتلكيش، واجيبلك ليه يعني؟ انا ما جبتش غير لاختك تيا وبس. خلاص يا بابا شكرا، انا مش عايزه حاجه، انا هطلع على اوضتي. جاتها القرف، بنت نكديه جدا. انا مش عارف دي ازاي بنتي. انا مش عارفه بابا وماما بيعاملوني كده ليه. بيحبوا اختي اكتر مني، بيجيبوا لها كل حاجه حلوه، وكمان بيفضلوا يضربوا فيا، ودايما بيقولوا لي انتي سمره. طب انا ذنبي ايه؟ وبعدين ايه يعني بشرتي سمرة؟ انا بحب بشرتي كده وحابة نفسي وانا كده، بس ليه هما بيعاملوني وحش قوي كده؟ هما على طول بيعاملوني وحش وكمان بيفضلوا يشتموني. انا مش عارفة ليه بيكرهوني كده. كل ده يعني عشان انا سمرة؟ تيا انا نفسي اكل حاجة حلوة، ممكن تديني اي حاجة من اللي معاكي دي؟ انتي معاكي حاجتين وانا ما اكلتش اي حاجة من الصبح. لا طبعا، بابا وماما هما مديني الحاجات دي، وبعدين انا مالي؟ هما بيحبوني وجابولي حاجات حلوة. يلا شوفي لك اي حاجة انتي كليها، انا حاجتي دي مش هديها لحد. حتى انتي يا تيا بتعامليني وحش، ده انتي اختي الوحيدة. بلا اختي الوحيدة بلا مش اختي الوحيدة، انا هروح اكل الحاجات دي. اهي لمار نايمة، انا هتسحب واروح انام جنب بابا وماما، انا مش عايزة انام معاها. ماما بابا. في ايه؟ خير يا تيه يا حبيبتي؟ في حاجة؟ لا يا ماما مفيش حاجة، بس بصراحة انا خايفة وعايزة انام معاكم.
طيب ماشي يا حبيبتي، نامي معانا عادي. ايه ده، انا خايفة جدا. هي تيا راحت فين؟ اكيد راحت تنام مع بابا وماما. انا كمان هروح انام معاهم. ايه ده، هي تيا هنا؟ طب وانا كمان يا بابا عايزة انام معاكم. ايه، تنامي معانا؟ لا طبعا مستحيل تنامي معانا. يلا روحي نامي على اوضتك يلا. كده يا بابا؟ ليه بس؟ اشمعنى تيا؟ بلا اشمعنى بلا مش اشمعنى، انت عارفه ان احنا بنحب تيا قوي تنام معانا. يلا انت روحي على اوضتك. طيب ماشي يا بابا. ماما بابا مش هتصدقوا، انا طلعت الاولى على المدرسه وجبت الدرجه النهائيه. طيب ماشي، انا اتاخرت يا فريده على الشغل، انا ماشي بقى. يا ماما انا بقولك انا طلعت الاولى على المدرسه. طيب يعني اعمل ايه؟ ماما مش هتصدقي يا ماما، انا جبت النتيجة النهاردة وطلعت التاسع على المدرسة. بجد يا حبيبتي؟ الف مبروك، انا هخلي بابا يجيبلك هدية وهو جاي. طيب وانا يا ماما ما انا طلعت الاولى. يعني اعمل ايه يعني طلعت الاولى؟ اختك اكبر منك وجابت في الشهادة الدرجة طلع يعني التاسعة وكده. وانا اعمل ايه يعني، ما اختك جايبة برضو درجة نهائية. اي نعم طلعت التاسعة، بس برضو طلعت ترتيب على المدرسة. وانتي بعدين ممكن اخلي باباكي يجيبلك اي حاجة. طيب ماشي يا ماما، على العموم انا مش عايزة حاجة، انا هطلع على اوضتي. بقولك يا فريدة، الشغل عازمني على حفلة مهمة قوي، وعايزين كده تجهزوا نفسكم تلبسوا احسن لبس عندكم انتي وتيا. انما البنت اللي اسمها لمار دي مش عايزة اشوف وشها معانا اصلا. وتبقي بقى تصرفي، اعملي لها اي اكل او اي اكل موجود عندك قديم، الاهم سيبي لها اي اكل وخلاص، عشان يعني لو جاعت او فكرت تاكل، ويبقى نقفل عليها الباب بالمفتاح ونيجي على طول. ماشي، يبقى اعمل لها اي اكل في التلاجة وخلاص، او اجيب لها اي اكل دليفري حتى. البنت دي اصلا ما بحبهاش تيجي معايا في اي حتة. معقول اللي هم بيقولوه ده؟ انا مش عارفة هم بيعملوا معايا كده ليه. احنا جاهزين يا حسام، ايه رأيك بقى؟ شكلنا حلو؟ الله، ده انتوا شكلكم حلو قوي، ده انتوا كده هتشرفوني في الحفلة. يلا بينا بقى عشان ما نتأخرش. استنى يا بابا، انا عايزة اروح معاكم، انا لبست خلاص. بص يا بابا، انا لبست طقم جميل قوي وكمان سرحت شعري حلو، ممكن بقى اروح معاكم؟ ما تسيبونيش لوحدي لاني بخاف. لا يا لمار، مش هينفع تيجي معانا الحفلة خالص. لا طبعا مستحيل، انت عمرك ما هتيجي معانا اصلا. عشان خاطري يا بابا، نفسي افرح واجي معاكم بليز. انا قلت لا، مش هينفع تيجي معانا خلاص. يلا اتفضلي روحي على اوضتك وغيري القرف اللي انت لابساه ده. عشان خاطري يا بابا بليز، عايزه اروح معاكم. بليز يا ماما، بليز يا ماما قوليله خليه يوافق ان اروح معاكم. لا يا لمار ما ينفعش، انا قلتلك ما ينفعش تيجي معانا. خلاص الموضوع انتهى يا لمار. وعلى فكرة انا سايبالك اكل في التلاجة او في المطبخ، لما تجوعي تبقي تاكلي، واحنا هنقفل الباب عليكي من بره. خلاص يا ماما ماشي. خلاص مشيوا، وانا بقيت قاعدة لوحدي لما اتفرج على التلفزيون شوية. انا زهقانة، ايه الملل ده؟ انا اروح اشوف اي حاجة اكلها. انا نفسي في بانيه قوي، وماما سابتلي بانيه من غير ما يتحمر، انا هحمره. يا ربي، انا مش عارفه احمر البانيه، انا جعانه جدا. انا مش عارفه هما سايبيني لوحدي ليه، بس ما كنت اروح معاهم الحفله. دايما كده بيعاملوني وحش. يا ربي، هو بابا وماما اتاخروا كده ليه؟ ده قالوا هيجوا الساعه 12 والساعه دلوقتي 2. ده التليفون بيرن، لما اروح اشوف مين. ايه؟ انت بتقول ايه؟ بابا وماما عملوا حادثة؟ معقول؟ يا ربي اعمل ايه دلوقتي؟ ده بابا وماما عملوا حادثة، وانا حتى مش عارفة اروح اشوفهم في المستشفى لان هم قافلين عليا الباب. بابا وماما. يا ربي، ده النهاردة تاني يوم، يا رب يجوا يا رب. انا مستنية كل يوم، استنى ان هم يجوا يدخلوا عليا يا رب. بابا، ماما، هو ايه اللي حصل لكم ده؟ واختي ايه اللي حصل لك؟ وليه ربط عينيكي كده؟ واحنا راجعين من الحفلة العربية اتقلبت بينا وكلنا اتشوهنا، بابا مش هيمشي تاني وماما وشها كمان،
وانا مش بشوف الا بعين واحدة. سامحيني يا بنتي، سامحيني، كل ده بذنبك انتي. انا ربنا اداني درس كبير جدا ان الشكل مش اهم حاجة. كل واحد المفروض يحمد ربنا على الصحة اللي هو موجود فيها، مش بالشكل بس. انا دلوقتي مش هقدر امشي، هينفعني بايه الشكل دلوقتي؟ سامحيني يا بنتي، احنا كنا بنعاملك وحش وربنا ادانا جزانا على المعاملة الوحشة اللي احنا كنا بنعاملها لك. احنا خلاص اتعلمنا الدرس وعرفنا ان اهم حاجة مش الشكل، ومن دلوقتي هنعاملك احسن معاملة. سامحيني يا بنتي، ارجوكي سامحيني. خلاص يا بابا، خلاص يا ماما، والله انا مسامحاكوا، وان شاء الله هتخفوا وهوديكم عند احسن دكاترة كمان. انا كنت ببقى زعلانة، بس مش ببقى زعلانة منكم، انا نفسي تحبوني زي ما انا بحبكم. انا عمري ما كرهت حد فيكم، حتى وانتوا بتعاملوني وحش انا برضو بحبكم. خلاص يا لمار يا حبيبتي، انت كده بتقطعي قلبي. والله خلاص، حقك علينا، انت علمتينا درس كبير جدا. سامحنا يا رب على اللي احنا عملناه ده.